يقدم لكم برنامج صوت المقاول بمساهمة التجاري وفا بنك. التجاري وفا بنك فيكم واثقون. السلام عليكم مستمعي ميد راديو فين ما كنتوا، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج صوت المقاول. البرنامج طبعا اللي موجه لكل واحد عنده مقاولة صغيرة أو صغيرة جدا وباغي يطورها أو عنده فكرة تأسيس المشروع الخاص به. صوت المقاول كيواصل الاستماع لكم ولتساؤلاتكم بهذا الخصوص. وقبل ذلك كيسعدني نرحب بالخبير والمستشار في دار المقاولة الرباط أحمد البزيوي. مرحبا بك سي بزيوي معنا مرة أخرى على أثير ميد راديو. اهلا وسهلا سي جواد، سعيد مره اخرى انني نكون معكم للاجابه على الاسئله ديال المستمعين الكرام. مرحبا بك مره اخرى. اذا الى سمحتي نمشيو على بركه الله نستقبلوا معنا مكالمه هذه الحلقه ونقولوا الو. السلام عليكم. الو السلام عليكم سي جواد. وعليكم السلام. نقدر نعرف شكون معايا؟ معك ساره من مدينه تماره. ساره من مدينه تماره، مرحبا بك ومرحبا بالناس ديال تماره. تفضلي شنو السؤال ديالك؟ انا دخلت لعالم المقاوله هذه عام تقريبا ودرت المحل التجاري ديالي مزيان، وبغيت عافاك نسول الخبير اللي معكم جوج ديال الاسئله الا كان ممكن. تفضلي شنو السؤال الاول ديالك؟ بغيت نعرف الطريقه الافضل لزياده المبيعات في المحل ديالي. السؤال الثاني كيفاش نحافظ على وفاء الزبناء ديالي. مرحبا ساره، خليك معنا، غادي ان شاء الله تسمعي الجواب والنصائح ديال الخبير ديالنا سي البزيوي بعد لحظات. شكرا لك ساره. شكرا لكم بزاف على هذا البرنامج. مرحبا، هذا واجب، شكرا لك. كيف ما سمعتي معنا سي احمد، المتصله ساره من مدينه تماره يعني عندها محل تجاري وكطرح سؤال، جوج الاسئله هي في الحقيقه. السؤال الاول حول زياده المبيعات في المتجر ديالها كيفاش دير، والسؤال الثاني كيفاش تحافظ على الوفاء ديال الزبناء. اذا بدينا بالسؤال الاول باش نصحى سي احمد كيفاش دير تزيد من المبيعات ديالها في المتجر. فيما يخص السؤال ديال المستمعات ديالنا لاله ساره، فلازم تعرف على انه لزياده المبيعات داخل المتجر ديالها فمن الضروري على انه تخلي الزبون اولا يعيش واحد التجربه ممتعه قدر الامكان داخل المتجر، وهذا هو اللي معروف السي جواد في الماركتينغ بالاكسبيريونس كليون. فكلما عاش الزبون واحد التجربه زوينه وقضى واحد الوقت ممتع كلما كيبغي يرجع مره اخرى لنفس الغرض، فهذا الشيء كيخليه يولف في المحل ويرتاح فيه، وبطبيعه الحال شحال ما بقى في المحل مده اطول شحال ما الفرص باش يشري كتزاد. فغالبا ما كنلقاو العديد من المتاجر اللي كيبيعوا نفس النوع من المنتجات في مكان واحد. اذا كيف نجذبوا زبناء جداد للمتجر ديالنا حنا بالخصوص بلا ما يمشيو للمتاجر اللي حدانا؟ فتجربه التسوق هي وحده من المفاتيح الضروريه بلا شك. المتجر فما خصوش يكون واحد الفضاء للبيع فقط، وانما خصو يكون واحد الفضاء اللي نعيشوا فيه واحد التجارب ونستمتعوا حنا فيه ولو ما نشريوش من الدقه الاولى. ولهذا الغرض فنقدروا ننصحوا المستمعين ديالنا ومن خلال جميع المستمعين المهتمين بما يلي. تفضل. اولا خصنا الاهتمام بتنظيم المتجر، وهذا الشيء كيشكل واحد الرافعه مهمه لزياده المبيعات، بحيث خاص التنظيم ديالو بواحد الطريقه اللي تخلي الزبناء يلقاو بطريقه سهله ومميزه المنتوج اللي بغاو. وزيادة على هذا الشيء فخص ضروري إبراز المنتوجات اللي عليهم الطلب على وجه الخصوص ونعطيهم واحد القيمة ونبينوهم، لأنهم كيشكلوا واحد الحافز لعملية الشراء. كما ما فيها بس وحنا كنتكلموا على التنظيم على أنه على طول السنة نوعوا ونغيروا التنظيم ديال المتجر ديالنا باش نعطيو واحد الطابع ديال التجديد، ماشي ديما نفس الملابس في نفس المكان صيف وشتاء، لا، حيت هذا الشيء راه ما كيخدمش التجربة اللي بغى الزبون يحس بها واللي تكلمنا عليها في الأول. ثانيا ضروري نعتنيو بالنافذه الخارجيه للمتجر، بمعنى سي جواد الفيترينا ديال برا، حيت التجربه ديال الزبون كتبدا من الخارج ماشي حتى كيدخل. فالمتجر خصو يجذب الانتباه ديال الناس اللي كيدوزوا باش يخلق لهم واحد النوع من الفضول باش يجيو يدخلوا. وهذا الشيء علاش هضرنا على المنتوجات اللي خاصنا نحطوها في الواجهه باش تجذب زبناء على انهم يجيو ويدخلوا ويكتشفوا منتوجات اخرى. ومنين يدخلوا فخاصهم يلاحظوا واحد الانسجام ما بين العلامه التجاريه وما بين المنتوجات اللي محطوطه للبيع، كالتناسق ديال الالوان، كالترتيب، كالطريقه ديال العرض، الطريقه ديال البيع، اللغه والتفاعل الى كيف كنقولوا راه العين كتشري قبل. تماما. وهنا الا سمحتي لي سي جواد نزيد واحد النصيحه اخرى لاله ساره اللي عندها علاقه بنقطه البيع واللي هي مهمه جدا، الا وهي الاضاءه، حيت راه من الاشياء الاولى اللي كتجذب الانتباه ديال المره في الشارع راه هي الاضاءه. فواحد المتجر فيه اضاءه زوينه وباينه فهو راه كيثير الانتباه بالمقارنه بواحد المتجر اللي مظلم. كما ان الاضاءه الى صوبت بواحد الاتقان فراه كتعطي واحد الجماليه للمتجر وتقدر تعطي انطباع على انه المتجر كبير ولو تكون المساحه ديالو صغيره. فهادو كاملين نقاط عندهم علاقه بنقطه البيع. اما دابا فلا سمحتوا لي غادي نهضروا على الاجراءات اللي عندها علاقه بالبيع مباشره.
تفضل. وهنا اول حاجه نقدر نقولها لاله ساره على انها لازم تنظم ما يسمى بالمبيعات فلاش، كتسمى لي فونت فلاش، واللي هي واحد الوسيله تسويق ممتازه لتشجيع عمليه الشراء. فكيف ما كنعرفوا خوفا من فقدان واحد العرض الترويجي استثنائي، فالزبون كيتخذ واحد القرار باش يجي يشري بطريقه سريعه. علاش؟ باش يلقى المنتوج ديالو اللي بغا قبل ما يسبقوه زبناء اخرين. واللي زوين في هذه العمليه على انها كتخليك تكون حاضر على شبكات التواصل الاجتماعي. وهذه واحد النصيحه اخرى لاله ساره، راه ماشي حيت كتمثالك نقطه بيع فعليه هذا الشيء يخليها على انه ما تديهاش في الجانب الرقمي، بل على العكس تماما. راه التسويق عبر الانترنت وخارجه كيكملوا بعضياتهم، وهذا الشيء كيخلينا نروجوا المنتوج ديالنا لواحد الجمهور كبير وواسع. طيب. وهنا نفتح واحد القوس بعجاله باش يستافد الجميع، انه الباعه اللي عندهم واحد المتجر الكتروني يحاولوا يزيدوا فيه الخاصيه ديال كليك اند كوليكت، واللي هي واحد الخاصيه اللي جديده في التجاره الالكترونيه وراها فعاله بواحد الشكل خاص. بمعنى بعباره ابسط على انه الزبون كيشري عبر الموقع الالكتروني، ولكن كيفضل يخلي السلعه في المحل حتى يجي ياخذها من بعد. وهذه واحد الفرصه باش انه منين يجي المحل انه يكتشف منتوجات اخرى. ماذا عن الزبناء؟ يعني لازم ناخذ بعين الاعتبار الراي ديال الزبناء اكيد. علاش؟ لانه باش يبقاو راضيين خصنا نسولوهم شنو كيبغيو ونحاولوا نجيبوا لهم المنتوجات اللي كترضي الاذواق ديالهم. اما ثالثا نقوموا بتعزيز عمليه الشراء الاندفاعيه، بمعنى نعرضوا جوج ديال المنتوجات اللي كيكملوا بعضياتهم في مكان واحد. مثلا نحطوا واحد السروال مع واحد التيشيرت وواحد السبرديله زوينه باش تخلي الزبون يشوف اللبسه وتشجعه يزيد يشري. اونسومبل كيف كنقول اونسومبل يكون داكشي متناسق تماما، لانه كيشوفها قدامه كتفتح له الشهيه يزيد يكمل. فهذه طريقه الشراء الجماعي. ومزيان نوضعوا منتجات اضافيه بالقرب من مكان الخروج بحال لي زاكسيسوار والاشياء الصغيره واللي كتخلي الزبون يفكر ياخذها قبل ما يخرج. طيب سي احمد، واش نقدروا نزيدوا شي حاجه اخرى على هادشي اللي ذكرتي؟ تبارك الله معلومات اللي هي مفيده وكتبان لنا بسيطه، ولكن راه في العمق ديالها راه صراحه مفيده جدا لجلب الزبناء. اكيد السي جواد، نقدروا نقترحوا خصومات وتخفيضات في ايام حركه المرور المنخفضه. فاحنا كنعرفوا على انه واحد المتجر ديال بيع الملابس فكيكون حجم المبيعات فيه كبير في عطله نهايه الاسبوع، يعني في الويكند، وبالتالي في الايام الاخرى من الاسبوع كتكون اقل ربحيه، بينما راه كتكلفنا نفس القدر من حيث التكاليف الثابته. هذا الشيء علاش من بين الطرق الجيده لتوزيع المبيعات بشكل افضل هو اننا نجذبوا زبناء للمتجر خلال ايام الاسبوع. كيفاش هذه القضيه سي احمد؟ من خلال تقديم خصومات في ايام حركه المرور المنخفضه والتسويق لها باش الزبناء توصلهم المعلومه وعلى انهم يقدروا يجيو بطريقه سهله. طيب بالنسبه لهذا الشق ديال السؤال الاول، واش ندوزوا للسؤال الثاني ولا باقي شي اضافه؟ نقدروا نلخصوا ونقولوا اولا في هذا الشق نشجعوا الزبناء الراضيين على الادلاء بالشهادات ديالهم، هذه واحد الحاجه مهمه. جوج، نكونوا خبراء في المجال باش الناس يشريوا المنتوج وكذلك يشريوا النصيحه والخبره في نفس الوقت. نقدروا ننوعوا من العروض، كما من الاشياء المهمه نشكروا كل زبون جاء عندنا سواء شرا ولا ما شراش. هذه المساله راه مهمه وكيكون عندها واحد التاثير جميل. منين يكون خارج الزبون نقولوا له شكرا مع واحد الابتسامه وحسن الاستقبال. خاص يكون التفاعل الاخر مع الزبون دائما ايجابي حيت غيبقى عاقل عليه قبل ما يرجع عندك المره الجايه. طيب جميل. بالنسبه للسؤال الثاني ديال المتصله ديالنا ساره، سولات كيفاش نحافظ على الوفاء ديال الزبناء ديالي. كيفاش تنصحها سي بزيوي في هذه النقطه هذه؟ من ناحيه كيفاش نحافظوا على الوفاء ديال الزبناء ديالنا واللي هو سؤال مهم، فلازم تطوير واحد الاستراتيجيه كامله ما بعد البيع. علاش؟ لتشجيع هاد الزبناء باش يرجعوا مره اخرى. وفي هذا الصدد نقدروا نقترحوا اولا اننا نتمتعوا بواحد التواصل جيد مع الزبناء ديالنا، لانه التواصل كيضمن واحد العلاقه طويله الامد. جوج، نقدموا خدمه ما بعد البيع، يعني نرضيو الزبون الى المنتوج لقى فيه شي ضرر ونعتذروا ليه. ثلاثه، نكافئوا الزبناء اللي كيجيو دائما عن طريق نديروا لهم برامج للوفاء، من واحد الهديه بسيطه او واحد الخصم وتخفيضات ولو تكون رمزيه. اربعه، نفكروا في الجوده وعرض القيمه المضافه، يعني نتميزوا على المنافسه ونجمعوا معطيات على الزبائن ديالنا ونديروا ملفات خاصه للزبائن، لانه هذه المعطيات كتخلينا نديروا عروض اللي كتلبي بدقه احتياجات الزبائن ديالنا ونعرفوا السلوك الشرائي ديالهم. علاش؟ باش نوالموا المنتوج مع المتطلبات، وبطبيعه الحال غنتكلموا على السرعه والدقه في التجاوب مع جميع متطلبات الزبائن.
فهذو سي جواد يعني من اهم الاشياء اللي خاص الباعه يقوموا بهم في المتاجر ديالهم، واللي خاص لاله صرا يعني تهتم بهم، واللي غادي تخلي الزبائن يجيو بكثره لاقتناء المنتوجات المعروضه عندها في المحل ديالها. اكيد سي بزيوي، نصائح اللي هي قيمه وقيمه جدا، ماشي فقط غير المتصله ساره، وانما لجميع الناس اللي عندهم المتاجر او عندهم مشروع يلاه بادي فيه محل تجاري سواء الشارع او يعني في شي سوق. هذه النصائح اللي هي مهمه جدا. شكرا لك سي بزيوي على كل هذه التفاصيل. نخليو لك كلمه اخيره. شكرا لكم على الاستضافه، سعيد انني كنت معكم. وبطبيعه الحال مزيد من المعلومات والتفاصيل الادق فممكن للمستمعين الافاضل على انهم يتوجهوا لاقرب دار المقاول اللي متواجده في مدينتهم، فمستشارينا غيكونوا سعداء جدا بالمواكبه ديالهم والاجابه على الاسئله ديالهم. كما يمكن لكل مقاول يزور المنصه الرقميه ديالنا www.daralmuqawil.com واللي فيها مجموعه من المعلومات والفيديوهات والدروس والنصائح. ايضا دار المقاول كتبقى حاضره ايضا في الفيسبوك عبر صفحه انا معاك، وايضا في اليوتيوب عبر قناه دار المقاول. وشكرا لكم. شكرا لك سي احمد البزيوي على كل هذه التفاصيل وهذه المعلومات الدقيقه والقيمه. وذكر انت خبير ومستشار في دار المقاول الرباط. الى فرصه مقبله ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك. إذن في الختام ما بقى لي غير نشكر عايدة الشرادي اللي رافقتني في الإخراج. هذا جواد الطهيري كيحييكم. السلام عليكم. يقدم لكم برنامج صوت المقاول بمساهمة التجاري وفابونك. التجاري وفابونك، فيكم واثقون.